دلوقتي ايه اللي خلى الايجارات هنا في سان فرانسيسكو عاليه؟ في اسباب كتير قوي بتخلي الايجارات هنا عاليه في سان فرانسيسكو، واهم سبب منهم ان الطلب كتير لكن المتاح او المعروض قليل. في نسبة كتير قوي من الناس بيدوروا على شقق هنا، والشقق هنا عددها قليل جدا، فعشان كده الشقق ايجاراتها بقت غالية قوي. وطيب ليه في ناس كتير قوي اصلا هنا مع ان عدد مساحة المدينة صغير وفي نفس الوقت الشقق قليله؟ يا باشا بمنتهى البساطه المدينه دي من اعلى الاجور او فيها اعلى مرتبات اللي موجوده في الولايات المتحده. هنا تقريبا كده عاملين زي الخليج بالنسبه لامريكا، فعشان كده في ناس كتير قوي بيجوا من ولايات تانية ومن بلاد تانية زينا مثلا، بيجوا عشان يشتغلوا هنا عشان خاطر المرتبات هنا عاليه. طبعا نتيجه علو المرتبات بيكون برضو في علو للايجارات بتاعت الشقق، وده السبب الثاني. السبب الثالث ان هنا مفيش كتير او بيكون صعب قوي ان هم يعطوا رخصه او تصريح ببنى بنايه جديده او ببنى شقه جديده، لان هنا هم عايزين يحافظوا على شكل المدينه القديم، فهم مش عايزين مباني جديده ومباني شاهقه وبتاع، عايزين يخلوا المدينه دايما شكلها كده قديم وشكلها حلو. فكمان البيوت اللي هنا معظمها اصلا مبني من الخشب، فدي المشكله الثانيه، وريحتها من جوه مش كويسه. ده خلى الايجارات بشكل عام غاليه جدا في سان فرانسيسكو، وعشان كده ده بيصعب مهمتي ان انا الاقي سكن هنا والاقي شقه في المدينه هنا. ويعني هوريكم النهارده الشقق اللي انا شفتها لحد دلوقتي، وعايزكم تقولوا لي ايه رايكم. هقول لكم كل حاجه عن الشقق دي واسعارها وكل حاجه، وانتوا ساعدوني وتقولوا لي انهي واحده فيهم هتكون احسن ومناسبه. ويلا بينا.